كريم عبد العزيز هيحقق اكبر نسبة مشاهدة في رمضان السنة دي من غير ماركتنج. شفتنيش في المنام خالص. اطمن. اعلى 3 افلام حققوا ايرادات في تاريخ السينما المصرية هم بيت الروبي وكيرة والجن والفيل الازرق 2، والثلاثة بطولة كريم عبد العزيز، وعشان كده هو الممثل الأعلى أجرا حاليا ب 35 مليون جنيه في الفيلم الواحد، وده يدل على ذكاء اختياراته، تحديدا اختياره لدول. أيوة تحت شوية كده هم دول. يعني عندكم فيلم بيت الروبي اللي في المركز الأول هو إخراج بيتر ميمي اللي أخرج كلبش والاختيار، وهو نفسه مخرج مسلسل حشاشين. وعندكم من أعلى مسلسلات الدراما المصرية كان شيخ العرب همام وخواجة عبد القادر وونوس وجزيرة غمام، واللي ألف دول كلهم كان عبد الرحيم كمال اللي هو برضه مؤلف مسلسل حشاشين. وحتى في الموسيقى التصويرية اللي عامل موسيقى طريقي وجراند اوتيل وونوس ولا تطفئ الشمس هو امين بوحافة اللي برضه عامل موسيقى الحشاشين. وفي اخر يومين من رمضان السنة اللي فاتت نزلوا 30 ثانية من المسلسل خلونا قاعدين سنة كاملة مستنيين نتعرض. والسنه دي نزلوا 40 ثانيه بس من المسلسل واعلنوا استعانتهم بالتيم اللي بيصمم معارك في جيم اوف ثرونز واللي ظهر جدا في الاعلان. انا عايز الرعب يملى القلوب، وعايز كل اللي يعترض على دعوتنا يقتل بأبشع الطرق. ولما جينا نشوف الممثلين اللي نازلين قدام كريم عبد العزيز ما لقيناش اسم تقيل، ودي حاجه مثيره جدا للاهتمام. بس انا اتوقع ان بيتر ميمي هيعمل نفس الحركه اللي كان بيعملها في مسلسل الاختيار بظهور نجم كبير لمده حلقه او حلقتين وما كانش بيكمل، ودي حركه صايعه جدا هتشوق الناس انهم يتفرجوا بشكل اكبر عشان انت مش تبقى متوقع مين اللي هيظهر في الحلقات اللي جايه. وسيبكم بقى من كل ده اول دور شر لكريم عبد العزيز، ودي حاجه كافيه تخلي كل جمهوره مستني بس يشوف المسلسل. وكل ده يوصلنا لسؤال مهم قوي، هو مين اللي هينجح المسلسل؟ كريم عبد العزيز ولا التيم اللي شغال معاه؟ الإجابة إن التيم والسكريبت هيفضل هو البطل وضمان نجاح المسلسل، وبدليل إن كريم عبد العزيز لما عمل فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين ما نجحش، والعكس لو قلنا فيلم زي الحريفة فهو بقى من قائمة أعلى 10 أفلام إيرادات في مصر رغم ما فيهوش بطل تقيل يشيل الفيلم. وخلاصة كل ده ان الماركتنج المتمثل في كريم عبد العزيز ما ينجحش من غير البيزنس القوي المتمثل في السكريبت والتيم اللي شغال عليه، والبيزنس القوي هيفضل محتاج الماركتنج الصح اللي يظهره. ومستني رأيكم في الفيديو، ومستني مسلسل الحشاشين اللي هيكون انجح بيزنس السنة دي.